تخيل معايا هنا عمار عمد الباص بالرحمه حط البالون في الشباك واهل الجزائر للمونديال بكل سهوله، لكن للاسف احسن لاعب في المباراه مورا يضيع تاهل المونديال على الجزائر. راهو معايا تشوف المستوى المرعب اللي وصل له المنتخب. في هذه اللقطه يفتك الكره ويعطي الكره لرياض محرز. ركز لي هنا مع التحرك تاع مورا بالسرعه القصوى يدخل في ظهر الدفاع، يعمل طلب للكره في ظهر خط الدفاع تاع المنتخب الغيني. رياض محرز بتمريره واحده يخرج وحده امام المرمى. الحكم ما قالش على اللقطه باللي كاين تسلل. ركز لي هنا مع الحل اللي قدمه بالرحمه، ونفتح زاويه تمرير ذهبيه لعمارة اللي ما كانتش عنده احسن زاويه للتسديد من اسوء خيار وضيع الكره على الجزاء. مالغري عمارة كان وحده في الخط الهجومي ضد 5 مدافعين، لكنه كان ديما يلقى الحل. الفرصه اللي صنعها افضل مثال نجم نقدموه. الكره كانت عند حجام، مورا يعمل طلب للكره في ظهر الخط الدفاعي المتقدم. حجام يعمل تمريره مليمتريه لعمارة، يعمل الكنترول اسطوري وخرج وحده امام المرمى. بس عمارة في هذه اللقطه ما توفقش، ضاعت باعجوبه. وهنا نشوفوا الكوارث الدفاعيه المنتخب الوطني. في اللقطه دي نحبك تركز لي مع توغاي اللي كان عامل رقابه لصيقه على جيراسي. وزيد هنا حجام مركز مع حمل الكره، الحاجه اللي خلات مساحه كبيره في الرواق يدخل فيها بالدي ويطلب الكره. وهنا نفكرك في توغاي اللي كان عامل رقابه لصيقه على جيراسي، رجلي مع المساحه الكبيره اللي خلاها فارغه دخل من خلالها بالدي. والزهر كان معانا هنا سينو بلعنا الهدف الاول بكل سهوله. وكلمه الحق تقال في هذه اللقطه وين ماندي بيعمل خبره طبت اصعب هجمه مرتده على المنتخب. شوفوه هنا غلق الطريق على هذا المهاجم، وفي نفس الوقت مركز مع هذا اللاعب اللي كان حاب يعمل انطلاقه في ظهر ماندي ويطلب الكره في ظهره. يحس الحظ هنا الحارس تاعنا ما تسرعش، عمل خطا علينا وجاب لهم ضربه جزاء. نزيد نرفع القبه على عطال اللي دار احسن لقطه في المباراه، نعنا من هدف مؤكد. نشوفوا هذه اللقطه اللي كان فيها المنتخب الوطني عمل ضغط عالي، غلق كل زوايا تمرير على المنتخب الغيني، حاجه اللي خلاته يرمي الكره بعشوائيه. المنتخب تاعنا يسترجع الكره باسهل طريقه، يحولها لهجمه واعده. شوف معايا هنا الكره عند بوداوي، يسحب معاه هذا اللاعب للامام ويخلي مساحه خلفيه لرياض محرز، يستلم الكره وكان وحده وكان في وضعيه سانحه للتسديد. جبد مع الحارس عمورة خرج وحده امام المرمى، وكالعاده ما كانش موفق في هذه المباراه. اذا تحب نكملوا بالجزء الثاني كيف فيه عنا نقاص المنتخب الوطني وذكروا اسامي اللاعبين اللي لازم يخرجوا من المنتخب الوطني، خلي لي رايك في الكومنتات، خلي لي اسماء اللاعبين ركزوا معاهم في الفيديو الجاي. وقبل هذا الشيء ما تنساش تصلي على محمد.